إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، نحكي زوج كلمات وراني قدامكم قاع هنا. من اليوم واحد ما يزيد يجي لعندي ويقول لي يا الشيخ راهم لجان الفوق راهم يدناو لبناتنا. على انت بدك جا تصلي؟ بدك تجي تصلي؟ دوك انت اذا قلت لي باللي بنتك راهي جات تصلي، دوك نوض معايا ونديك الكاميرات المراقبه واش راهم يديروا. لا دوك ما تسكتش، اهدر. راك تقول لي بنتي انا جات تصلي وحاوزوها. اذا بدك انت جات تصلي نوري لك كاميرات المراقبه. كاين ناس يستناو النساء الفوق في المقصوره، عاد الدخلات تاع النساء يستناوهم التم، وغير تبدا صلاه التراويح يجي يركبها ويروح، يركبها في الجولف ويروح. تخرج بالمسجد نشوف فيها في الكاميرا نحات الحجاب، نحات الجلباب، بالميني النواظر الشعر مطلوق، ركبت معاه. دوك انا اللي نحب نقولو هنا باللي لجان ملاح، لجان ملاح، بصح بنات حرام. في عز شهر رمضان، في العشر الأواخر من شهر رمضان، شهر الدعاء والرحمة، شهر الغفران، شهر التسامح، شهر التوبة، طالق انت بنتك مولة 13 سنة تقول لك أنا طالعة نصلي، وبعد يركبها واحد ويروح. هي 13 و 40 سنة يتمسخر بها، يتحرش بها ويعاود يرميها، وكي يديها زعما يحبها ولا وقال يعطي لها تاكل باتيسري ياك. اليوم راني تاكل عليكم لأنه كاميرات المراقبة اليوم اللي درناهم جهة النساء، درناهم عندنا واحد اليومين، وما كنتش وما قالوليش مع هاد الشيء لا وصرا. دوك لازم عليكم حراسة مشددة. طفلة ما تخرج من المسجد، جيتي تصلي التراويح تكملي التراويح، ودوك نهضر في المنبر، اللي ما عجبوش الحال يجي لعندي. طفلة ما تخرج من المسجد، يجي ليك ما يخلعكش تقوم القيامة. طفلة ما تخرج، يحوس يفهم اتصل بيا. احنا ما راناش عايشين في غابة، وديروا حساباتكم. ونعطيكم نصيحة لوجه الله، اللي عنده بنته يخليها تصلي في الدار. لا كانت 14 15 16 20 25 تصلي في الدار، تروح تصلي غير تخلص التراويح، قبل ما تخلص الشفع والوتر تدخل تجري للجامع، وغير تخرج مع باباها دايره خيمه استغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني. شياطين الانس. انا البنات اللي كيما هذول نعرفهم، والرجال اللي كيما هذول نعرفهم. انا كيجي ليا غير من بعيد او جاي نعرف وعلاه راهو جاي. عيب عندك بنتك صغيرة خليها في الدار يا أخي. البارح صدفة صلاتين الركعات الأخرين تاع صلاة التراويح قلت لمحمد كملهم أنت. رحت للقاعة الثانية نشوف 46 ولد ما بين 7 سنين و10 سنين. كي سقسيه هو في الدار، وهذا باباه وراه، باباه في الدار. باباه كان يشوف لا فينال تاع برشلونة، وليدو طلقوا للجامع يتهنى منه بالدار.
السلام ورحمة الله. سكر الباب من فضلك. سكر الباب من فضلك. دوكا ليجان ملاح والبنات بنات الحرام يريحوا موراهم حتى ياكلوا لهم ريصانهم. يجي ليك يقول لك باللي يا الشيخ وانا ما عنديش وراجلي، شوف راجلي وشو صاير، راجلي راه يضربني، يا الشيخ هذا ما يحبنيش، يا الشيخ هذا خدعني وانا مديت له دراهمي. انتوما الخداعات ماشي راجلك، انتوما السراقات ماشي راجلك، انتوما اللي تخدعوا الناس ماشي خطيبك وماشي صاحبك، انتوما اللي تبغوا الدراهم تبدلوهم على جال دراهم. هو صح مهما غلط يتوب الى الله توبه نصوحه، ومهما يكون راهو راجل، مهما يكون راهو راجل. بصح انت راكي مراه. إن بناتنا اليوم أمهات المستقبل، فلنحسن الغرس لكي ننتج أحسن الثمرات. أنت غدوة راح تولي أم، كيفاش راح تربي بناتك على هذا الشيء؟ عيب وعار. أنا نعطيكم نصيحة لوجه الله، وليدك صغير يجب معك في التراويح يخليه في الدار، بصح باش يجي لهنا يقلق المصلين ما نقبلهاش. وعندكم الزهر رانا في العشر الأواخر، لو كان راني تاخذ معكم إجراءات قاسية. نعيط تعليمة لمصالح الأمن يجوا يرفدوا لك طفل يهزوه للسوسيال، السوسيال يدوه 3 شهور ما زيش تشوفه. رانا في العشر الأواخر، شهر الرحمة والغفران، ريحوا عقل. المشاكل كاع تاع الجامع هي الدراري. دوك الطفل في عمره 6 سنين نلقى في بيت الوضوء، واش راهو يدير في بيت الوضوء؟ هاو يتوضا، قل له ما تتوضاش، صلي بلا وضوء. البارح لقيت واحد قلت له صلي بلا وضوء، ما تتوضاش، ما تخليش في بيت الوضوء. ولادك راهم يديروا في بيت الوضوء، ولادنا في بيت الوضوء صغار 6 سنين قريب 9 سنين في بيت الوضوء، واحد يجي يتحرش بهم، واحد يغتصبهم. احنا عندنا الناس هادو المرض هادو في بلادنا، حيوانات بشرية. هذه ما خممتش فيها، تخمم غير على الكاس واش راه صاير في البلاد. اسكو يتعاود الماتش ولا ما يتعاودش؟ ربي يهديكم. الصح هو ولادنا، كي نربوا ولادنا هذاك هو الصح. اما البالو فايت، بصح ولادنا ما يروحوش. ولادنا غدوه يدعوا لنا. بابا كنت نصلي معاه يقول لك انا بكري بابا كان يحطني قدامه ونصلي، ما كانش يطلقني. واحد فيكم ما بان، شهر رمضان واحد فيكم ما شفتوه. هي لحقت العشر ايام الاواخر تاع شهر الزكاه وزكاه الفطر وزكاه الاموال، والحمد لله الجامعه تعمر، والحمد لله. الحمد لله لأننا نعرفكم واحد. لازم إجراءات قاسية. حسين، عبدو، غانو، جابر، نصر الدين، نبيل، يوسف، سعيد، لازم إجراءات قاسية. توقفوا الفوق، 4 الفوق، الله يبارك راك مكارف. تجيش يقول لي طفل صغير يبدا يهفيك، يغلط اعطيه، خليه يقوم بالقيامه، كاميرا المراقبه، ومن بعد كي يكمل صف نتصرف. اتصل بيا برك، حكموا ولادكم في الدار. هذه هي. خويا عندك وليدك يصلي في الدار، إلا إذا كان 20 25 سنة راهو كبير، راهو راجل. 20 سنة راهو راجل. دوك 20 سنة إذا جا للجامعة ويلعب راهو كبير، عيب. بصح طفل بالقل 15 سنة خليه في دارك. وانت يا أختي يا بنتي
بناتك ما يروحوش يصلوا بلا بك، يا انت تصلي معاهم في المسجد يا بنتي تصلي في الدار. فهمتي؟ انا واش نقدر نقول؟ وراني في بيت الله، والله 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 غير اللي يغلط يخلصها بلا ما نهضر، بلا ما نقول غاليه، يخلصها. غبت يومين راح درت الصلوات في ولاية الأغواط بلدية باتنا قسنطينة، جيت هادو المشاكل كاع صراو، ولا واحد فيكم رجل حكيم يقدر يهدي الوضع. دوكا جبل ما يزيدش يدور، شريف ما يزيدش يدور، ورشيد ما يزيدش يدور، ولو كان يزيد يدور لهنا أو يعرف. إذن الوقت بدا يذهبنا، في الليل ما تنساوش إجراءات قاسية، النساء ما يخرجوش تغلقوا عليهم بالمفتاح، ما كان إلا عجوزة مرأة كبيرة في السن، تلقاها مرأة باينة بلي مرأة كبيرة ولا بولادها تبان لك المرأة وبان لك الطفلة، المرأة تخرج، الطفلة صغيرة بولاد 6 سنين 7 سنين تخرج، الطفلة تاع 17 18 20 سنة إلى 25 سنة إلى 30 سنة ما كاش خرجة. وخليها تقوم القيامة، قولها الشيخ فيصل السلفي هو اللي قال لي، كي تقولها الشيخ تسكت. كي تجي لعندي انا جات لي البارح وحده قالت لي الشيخ ما خلاونيش نخرج، قلت لها وين رايحه؟ قالت لي انا رايحه للبلاصه الفلانيه، قلت لها خلاص دوك نتصل بالوالد ديالك اسكو عطالك التعليمه ولا لا، ولا تحلل. يجوا يلعبوا ما يجوش يصلوا، حكموا ولادكم في الدار، هذا ما كان. والحديث قياس. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. صح فطركم.